اهلا بيك يا صديقي في فيلمنا الجديد. قبل ما نبدأ الفيلم ما تبخلش على اخوك بالاشتراك واللايك. قدر تعبي، انت لسه هتفكر؟ اشتراكك هيشجعني ان استمر. فيلم النهارده الكل منتظره، فينوم الجزء الثالث. يلا نبدأ. وبيبدأ فيلمنا في الفضاء الخارجي وبنشوف كائن كده اسمه نال. بنعرف ان نال هو ده من الكائن اللي خلق او صنع الطفيلات اللي زي فينوم وكارنيجي وغيرهم، لكنهم سجنوه في السجن بتاعه ده وهربوا. وعلشان يقدر نال يتحرر من سجنه ده محتاج بقى يوصل لحاجة اسمها المخطوط. هنا بنشوف نال بيطلق كائنات فضائية غريبة اسمها كائنات الرجل، واللي تقدر تقول عنها انها وحوش زاحفة. بيتحكم فيهم وبيعرفهم ان الوقت جه علشان يخرج من سجنه ويتحكم في الكون كله. علشان كده يقدر يعمل كده لازم يجيبوا له مخطوطة معينة، ودي تعتبر مفتاح حريته. والمخطوطة دي مش مع اي حد في الكون كله الا مع فينوم، وبيعرفهم انه هيدمر كل الكواكب والكائنات الحيه ويخليهم يعيشوا لوحدهم في الكون. وهنا بنشوف ايده وهو في حانه في المكسيك، وكان بيكلم فينوم وصاحب الحانه واقف زي الصنم ومش فاهم اي حاجه. بياخد ايدي مشروبه وبيجهزه في الحانه. دلوقتي بنشوف ايدي هو بيقعد بيتفرج على التلفزيون. وهنا بقى بتكون المشكله ان التلفزيون كان بيعرض دلوقتي الاخبار اللي بتتكلم عن معركه ايدي وفينوم مع كريتوس وكارنيج. والاخبار دي كانت بتقول ان خلال المعركه ده مات الضابط باتريك وايدي، وفينوم هم اللي قتلوه. وحاليا مطلوب القبض عليهم في الوقت ده. بيترعب ايدي جدا وبسرعه بيسيب حساب المشروب اللي شربه ده وبيخرج من الحانه بحيث يهرب. وعلى فكره ايدي وفينوم مش بياخدوا بالهم انهم بيسيبوا جزء من السيمبيوت بتاع فينوم مع الحساب. خليك فاكر كل ده شويه لقدام. المهم يعني ايدي حاليا بيخرج من الحانه ويفضل يلف هنا وهناك مش عارف يروح فين، لحد ما فجأة بيسمع صوت كلاب بتتلم بشكل مش طبيعي. فبيمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل المكان ده، وبيكون فيه كلاب كتير محبوسة وبين واحد وأربع أشخاص بيكونوا ضمن عصابة، وهم اللي بيسرقوا الكلاب دي لأغراض مش معروفة. فبيطلب منهم ايدي بكل أدب واحترام إنهم يسيبوا الكلاب دي، وبيرفضوا. وبيتحول بقى بينهم وبيبدأ يقتلهم بمنتهى القوة. في النهاية بياكل رؤوسهم كلهم وبيحرق الكلاب وبيخرج من هنا. ويفضل بقى ايدي يمشي في طريقه ويشوف يرجع أمريكا ازاي. ولكن المشكله هنا اننا بنشوف حاليا ان كل الكاميرات اللي في الشوارع كانت بتراقب ايدي. وكمان بنشوف ان كمان الضباط بيتفرجوا على ايدي وبيقرروا ان هيبعتوا له دلوقتي عقيد من القوات الخاصه. هنا بنشوف العقيد ريكس بيوصل للحانه ان ايدي ساف جزء من السامبيو، بياخد هو الجزء ده وبيمشي على الجانب الاخر. بنشوف دكتور كده اسمه دكتور بي نايمه في بيتها وبتحلم بحلم تحديدا بماضيها هي واخوها دلوقتي كان بيقول لها ان الرعد قادر على قتلهم، وعشان كده لما الرعد يشتغل في أي وقت لازم يستخبوا. بس للأسف بعد فترة فعلا الرعد ضرب أخو بيه وقتله، وهو في الوقت ده كان ماسك إيدها. وتشوف بيه كل الحلم ده. دلوقتي بتصحى من النوم مخضوضة. أول بقى ما بتصحى بتيجي لها مكالمة من القوات الخاصة إنها أصلا شغالة معهم. بالمناسبة عرفوها القوات إنهم وصلوا باتريك، وطبعا بتفرح جدا وبتعرف إنها خلاص هتيجي على طول. وفعلا بتروح بيه على شغلها وبتكون شغالة في وحدة سرية كده تحت الأرض. طبعا القوات الخاصة اسمها اريا 55. وحاليا بيجي لها دلوقتي ريكس وطبيبة كده مساعدة ليها اسمها سادي، ويتكلموا سوا. فبنعرف من كلامهم ان الظابط باتريك لسه ما ماتش ولا حاجة، بل بالعكس دول أحيوا عن طريق انهم زرعوا جواه جزء من وافل فضائي زيه بالظبط فينوم. ودلوقتي بقى بيروحوا عنده الغرفة السرية اللي فيها باتريك. فبتقول له باتريك معاهم، او نقدر نقول ان الكائن الفضائي اللي جواه هو اللي بيتكلم. وبيعرفوه ان في كائنات كتيرة جايين للارض وهيدمروها قريب جدا عشان يوصلوا لكل الطفيلات اللي زيه. وللعلم بيكون القصد باتريك على كائنات الريك. وحاليا بقى بنشوف ان الوحدة السرية دي فيها على فكرة عينات كتيرة من الطفيلات اللي زي فينوم ومن نفس عربه. وبنعرف برضه انهم كلهم وصلوا الارض من فتره هروبهم من نال وكائنات او وحوش الرج. والمفروض يعني ان ريكس بيقبض عليهم دايما واحد ورا التاني بمجرد ما بيشوفهم. وحاليا بقى بيقرر ان هو بيخرج يقبض على ايدي وفينوم هما الاتنين في نفس الوقت. ده بنشوف ان ايدي وفينوم متعلقين في طياره كده علشان يرجعوا لامريكا. بس المشكله ان واحد من الكائنات الرج دي بيقدر يوصل لهم ويفضل يتقاتل معاهم لحد في النهايه بصعوبه كبيره. بيقدر فينوم يرمي واحد رجل دم على الطياره وهو نفسه بيهبط بايدي في مكان تاني. وايدي بيهبط بامان لان فينوم كان ناوي يرمي ايده كده ويسيبه وينزل مع نفسه، بس في الاخر صعب عليه فعمل نفسه مظله ونزل بيها بالراحه. عموما بعد ما نزلوا الكل على الارض بيتكلم بقى مع فينوم مع ايده، وبيعرفوا ان كل الكائنات دي اللي كان بيهاجمها ده اسمه وحوش الرجل، واكيد جاي بامر من نال عشان يدور على المخطوطة. هي بتكون المفتاح الوحيد اللي هتخرج نال من السجن بتاعه. وبيعرفوا ان نال كمان هو ده الكائن الفضائي اللي صنعه هو وكل العرق بتاعه. وقت بيسألوا ايده وايه السامبيوت ده،
فبيعرفوا بينهم ان السامبيوت باختصار هي حاجه بتتكون جوانا لما انا كطفيل انقذ بشر زيك كده وارجعه من الموت. وده حصل لما انت مت قبل كده وانا رجعتك، وبالتالي لازم كائنات الرج توصل ليا وانا متحول بشكل كامل علشان تقدر تاخد المخطوطه دي من جوايا. وهم لما ياخدوها بقى يعرفوا يدوروا المال ويفتح سجنه. لكن لو واحد منا بقى انا وانت مات بالشكل ده، المخطوطه هتتدمر تماما ومش هيبقى فيه اي مفتاح للسجن نال. وبالتالي بيعرف دلوقتي فينهم ايدي انهم ما عندهمش اي خيار حاليا غير انهم لازم يفضلوا يهربوا من وحوش الرجل وخلاص. فوافق ايدي على كلامه. وفي اللحظه دي على فكره بيشوف ايدي حصان، فبيقرر ان هو يخلي فينوم يدخل جوه الحصان ده ويخليه يعني اسرع عشان يمشي بسرعه. وفعلا بيدخل فينوم جوه الحصان ده وبيركب ايد عليه في الوقت وبينط له في طريقهم باقي سرعه. ورغم يعني ان فينوم بيكون سريع جدا لدرجه ان ايده مش بيستحمل نهائيا انهم بعد ما بيوصلوا عند بحيره وهناك ويقف فينوم بحيث يشرب من البحيره دي. بس الملكه بقى ان في اللحظه دي بيهاجم عليهم ريكس ورجالته، فبيشغلوا الموجات الصوتيه. فكده بينفصل فينوم عن ايدي، لان يا صديقي لو انت مش فاكر فالموجات الصوتيه دي هي نقطه ضعف فينوم. فالمهم بينزلوا رجاله ريكس وراهم بحيث يقبضوا عليهم. وبالفعل في واحده منهم الضباط بتوصل لايدي قبل ما فينوم يدخل جوه جسمه التاني، لكن ايدي بيقدر يقتلها وبيفضل بعد كده مع فينوم. وبيظهر كامل رجاله ريكس وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكن الكائن ولا بتفرق معاه وبيفضل يقتل فيهم بابشع طرق ممكنه عن طريق انه بياكلهم حرفيا بعد اللي حصل ده. وبيرجع ريكس الوحده بتاعته اللي بيشتغل فيها تاني مع بي، وهي بيه دلوقتي والطبيبة سادي مساعدة بيها. بيروحوا لباتريك واللي هو حاليا الطفيل اللي جواه بيسيطر على جسمه بالكامل. وبيفضل الطفيل ده يتكلم مع ريكس بيه وسادي وبيعرفهم ان الكائنات اللي شافوها دي هي كائنات الرد وجايه بامر من نال علشان توصل للطفيل فينيو والمضيف بتاعه اللي هو ايدي، لانهم هما بالذات المخطوطه موجوده جواهم، المخطوطه اللي هتفتح سجن نال. وبيعرفوا الطفل انهم لازم يقتلوه ايدي او فينوم بحيث يعني يدمروا المخطوطه دي وكائنات الرد تمشي من الارض خالص. وفي الوقت ده بيعجب ريكس جدا بالخطه وبيقرروا ان هو ينفذها وتطلب منه بيه انه ما يعملش كده وما يقتلش ايدي، لانه بالشكل ده هيدمر طفيل فينوم. وهي ضد انهم يقتلوا اي حد من طفيلات ريكس ولا بيسمع كلامها، وبيقرر يفضل مصلحه كوكب الارض بالكامل على المهزله اللي بتحصل دي. وبيكمل في مهمته ويقتل ايدي. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان ايدي لسه بيدور على طريقه يروح بيها للمدينه. واثناء ما كان ماشي بيقابل عائله كده بالصدفه. العائله دي من اب اللي اسمه مارتن ومراته مون وابنه الطفل وبنته الكبيره. وبنعرف ان العائله دي مجانين بالفضاء حرفيا، وانهم اصلا المفروض رايحين دلوقتي منطقه 51 اللي خلاص اتقفلت، لكنهم رايحين يعني عشان مارتن واثق ان الحكومه الامريكيه ما زالت بتعمل هناك تجارب على الفضائيين ونفسه يشوف فضائي منهم. في الوقت ده بيضحك ايدي جدا انه حرفيا مارتن دلوقتي قاعد قدام فضائي اللي هو فينوم اللي جواه ايدي. بس ايدي مش بيقول الكلام ده طبعا لمارتن، وبيطلب منه ان هو يوصله المدينه في طريقه. ووافق مارتن وبياخد دلوقتي ايدي وبيتحرك كلهم لحد ما اخيرا بيوصلوا المدينه. ويدخل ايدي وفينوم لكازينو كده وبيفضلوا يلعبوا عشان يكسبوا شويه فلوس. وعشان لعبه قمار يا صديقي فهم بيخسروا كل الفلوس اللي معاهم. وبالصدفه كده بيتقابلوا مع سيده اسمها شيب، والعلم فينو بيحب شيب جدا، وبالتالي بينسى فينوم دلوقتي موضوع الوحوش ده خالص وبينسى كل حاجه. وبيطلع هو وايدي ويقعدوا مع شيب. لكن ما عداش وقت طويل وفجأة بيتحولوا قوات تبع ريكس وبيقضوا على ايدي وفينوم وبياخدوا الوحدة السرية اللي فيها بي وبيحبسوهم في السجن. والزنزانة اللي كان فيها ايدي محبوس فيها كانت قصاد على طول زنزانة باتريك. وبالتالي الطفيل دلوقتي اللي في باتريك اتكلم مع ايدي وفينوم وعرفهم انه هيساعدوا في محاربة الوحوش ريك. ولكن الفكرة بقى انه في وسط كل ده بيوصل ريكس وبيكون ريكس عاوز يقتل فينوم وايدي بحيث الوحوش الرج يمشي من الكون. وفعلا بيطلع ريكس سلاحه وبيضرب ايدي طلقه كده. فبسرعه بيدخل فينوم جوه جسم ساد وبيضرب ريكس وبيبعده عنه بعد ما بيرجع لجسم ايدي وبينقله من الموت. ولسه بيكون فينوم بيهجم على ريكس واللي معاه. وفي لحظات بيوصل وحوش الرج بيبدا الجنان كله، لان وحش الرج بيبدا يهجم على كله بحيث يوصل لايده وفينوم. وبيخرج من المكان على فكره باتريك والطفيل اللي جواه وبيهجم على رج، لكن رج حرفيا بياكلوا بعدها بكل الطفيلات اللي موجوده في الوحده. هنا بيدخلوا جوه بشري من اللي موجودين هنا برضو، وفي الطفيلات دي بيدخل جوه سادي ويفضلوا كلهم يحاربوا رج بحيث يساعدوا ايده وفينهم. لكن الرج بيكون اقوى من الكل حرفيا ومش بيقدروا انهم يسيطروا عليه. بيهربوا ايدي وفينهم وكتير من الطفيلات من المكان. في نفس الوقت كان مارتن وعيلته وصلوا المنطقه ال 51 اخيرا، اتقفلت واقفين هناك عشان خاطر يمكن يشوفوا فضائي كده ولا كده
وبيلاقي ايده وفينوم وكل الطفيلات قدامهم وهما بيتعاركوا حرفيا مع ريد. وطبعا بيكون مارتن مبهور جدا انه اخيرا شاف فضائي. بس يعني بعيد عن الضحك ده، في ايدي حاليا بيطلع عند مارتن وعيلته اللي كانوا واقفين على برج مراقبه وبيحاولوا فينوم انه يسيطر على جسم ايدي، لان الوحش ريج ما يعرفش انهم هنا في الوقت ده. كانت ساده والطفيل اللي جواها وجوه الطفيلات الثانيه بيفضلوا يحاربوا الوحش ريج. ولكن للاسف بيجي ريكس الغبي وسط كل ده وبيضرب كل الوحوش صاروخ، والصاروخ ده بيتسبب في موت واحد من الطفيلات. الوحش نفسه مش بيحصل له اي حاجه، وبيضرب الوحش البرج اللي واقف عليه فينوم حاليا هو مارتن وعيلته. وبيقع فينوم بيسيطر على جسم ايدي وبنقولهم كلهم، وكمان بتيجي سادو وبتساعده في انقاذ بقى عيلته. ومارتن دلوقتي عند دكتورة بيه تاخدهم كلهم في عربية وبتبعدهم شوية عن المكان ده. لكن الوحوش بيبدأ يبعت زي إشارات كده، فبيجي لها وحش تاني وبيساعده في الهجوم على كل اللي بيجي. كمان في وحش تالت يفضل يهجم على كل واحد من الوحوش دي بيقدر يوصل لإيدي يكون هيقتله. بس بيجي مارتن ويضرب الوحوش ده بصاروخ فبيسيب إيدي يقع على الأرض. أما مارتن فبيهرب من المكان ده خالص. بعد كده بقى بياخد فينوم إيدي لمكان آمن وبيتكلم معاه وبيعرفه إنه خلاص لازم رحلتهم تنتهي هنا. وبيعرف بينهم ايدي انهم طول ما هم مرتبطين بالوحوش ريج هتفضل تيجي بكميات مهولة وبعدات اكبر من كده بكتير، وفي الاخر هيدمر الكون ده. فينوم مش عايز، فبالتالي بيعالج دلوقتي فينوم ايدي ويرتبط بيه للمرة الأخيرة ويروحوا للثلاث وحوش ريج دول. وبيبدأ بقى فينوم ينتشر ويسيطر عليهم كلهم، وبعدها بيرمي فينوم ايدي البعيد وبيقطع الاتصال اللي بينهم نهائي. وبيبص فينوم لريكس وبيطلب منه هو يشغل مادة حراقة كده بحيث يعني تخلص عليهم. بيشغل ريكس المادة دي واللي بتفضل بقى تنزل على فينوم والوحوش اللي مسيطرة عليهم حاليا وتقتلهم كلهم بأبشع طريقة. وفي لحظات فينوم الأخيرة بيكون بيبص لصاحبه ايدي ويودعه بنظراته. بعد كده بيجيب ريكس ولاعه وبيرميها على خزان المادة الحريقة وبيحصل انفجار وبياخد الكل نفسه بيموت فيه الانفجار ده. بس العبرة هنا ان كمان فينوم وكل الوحوش المسيطرة عليها بيموتوا بالشكل ده يا صديقي. وكمان المخطوط هي التانية بتنتهي اللي كانت هتحرر نال، وبالتالي نال مش هيقدر يبعت وحوش تانية للكون ولا هيقدر انه هيدمر اي حاجة تانية. بس رغم كل المكاسب دي كلها ان ايدي خسر فينوم صديقه الصدوق والوحيد. ولما حصل الانفجار القوي ده كانت باي ومعاها كمان سادي بيخربوا من الانفجار. وبتطلع دلوقتي باي في اللحظة دي مادة غريبة كده وبتتحقق فجأة بتكون حواليها فايل وبيكون زي فينوم بالظبط اللي بيكون شغله فريد كده. وبتقدر حاليا بيه تاخد سادي وبعد كده بعد الانفجار ده بيكونوا بخير. بعد كده بتختفي باي بالطفيل اللي كان مسيطر عليها وتخليه جواها. وتبص بيه دلوقتي على ايديها وبتلاقي ان ايديها بتنور كده بشكل غريب. وبنعرف هنا ان بيه عندها ادراك خاصة غير الطفيل اللي مسيطر عليها اصلا. وهنا بنشوف ان ايدي في المستشفى وبيجي له جنرال تبع الجيش، والجنرال ده بيعرفه انه فينوم خلاص مات ومش هنشوفه تاني. وبيشكروا يعني الجنرال على كل اللي عمله هو وفينوم وانهم انقذوا كوكب الارض. بس الجنرال بيعرفه برضه ان كل اللي حصل ده لو ايدي يتكلم عنه لاي حد هيكون مصيره الحبس بقى حياته. وبيعرف ايدي بحزن انه مش هيتكلم فبيسيبوا الجنرال وبيمشي. بعدها بيخرج ايدي من المستشفى وبيحاول يعيش حياته، لكنه طبعا بيكون دايما حزين ودايما بيفكر على صديقه فينوم ومش بيقدر ينساه. ومع النقطة دي بينتهي الفيلم. اتمنى يا صديقي يكون الفيلم عجبك واعمل اشتراك ولايك للفيديو. سلام.